سؤال إجابته كلمة ورد غطاها. مين؟ الموضوع مش زي ما انتوا فاهمين. مين الولد ده؟ اي حرمه اي بنت تروح كافي والله ما تروح عشان مزاجها ولا عشان تصوير. اي حرمه في وجه الارض ما تروح عشان مزاجها تكيف. لا، الخير جاي، والله الخير جاي، اقسم بالله الخير جاي لنا. اصبر والله لازم تصبر. خصوصية والله العظيم ما ادري، نايم في امان الله فجأة. يعني ايش الخصوصية؟ يعني ما في خصوصية الا في بلا. كيف؟ في بلا اذا في خصوصية. كيف بلا؟ تقول خصوصية الا وراك بلا. وراي بلا؟ ايوه وراك بلا. يعني خصوصية لازم يكون. حق الناس 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 حق. دلعوه 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 دلعوه، الله يسعده يا حبيبي والله. ويلي الجو مو طبيعي. جيت والله جابك يا محمد، عطني الخلقه اللي تحت. يما ايش قاعده تسوين؟ الحين هذا افضل وقت تنظف فيه السياج يا حبيبي، عطني الخلقه. لا انت أيوة. متخلفة رسمي. نعم أنا متخلفة؟ بجد يا مرحبا يا مرحبا يلا حي لا تفاول على نفسك، يعني لا تقول عن نفسك كلام سيء فيقع عليك، وهم صادقين. الحسين بن علي رضي الله عنهما لما دخل كربلاء سأل اللي معه، قالوا شو اسمها المنطقة؟ قالوا كربلاء، فنطقها كرب وبلاء، فجرى عليه رضي الله عنه ما جرى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم زار رجال مريض وعليه حمى وتعبان، يدعو له ويزوره ويعتاده ويتطمن عليه ويرجو له الشفاء، فقال له لا بأس طهور. قال بل حمى تفور على رجل كبير تدخله القبور، يعني بموت ولا ينفعني هذا. فقال النبي إذا نعم، يعني يكون ما أردت، لأنه قال كلام عن نفسه لا ينبغي. ولذلك احفظ لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق. أنا ما أنفع، أنا فاشل، أنا بسقط، أنا تجارتي فاشلة، أنا بمرض، أنا بموت، كلمات تسمعها كثيرا لا ترددها فتنعكس عليك وتتحقق فيك، وإن البلاء موكل بالمنطق. لا تجعل لسانك يجر عليك البلايا اللي أنت ما تتوقعها ولا تريدها، ولا تتفاول على نفسك على قولة العوام. احفظ لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله، يفترض لو أني دخلت في بيتي أو على أهلي فوجدت رجل عند زوجتي فماذا أفعل؟ وش اللي حصل؟ رجع إلى بيته فوجد رجلا، فأنزل الله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. يا أخي قد تكون الكلمة سبب البلايا عليك. ترى يعقوب عليه السلام قال أخاف أن يأكله الذئب في حق يوسف فابتلي بهذه الكلمة، وقال في حق أخوه بنيامين إلا أن يحاط بكم فأحيط بهم. يا أخي ظن بربك خير، ظن بالله الخير العظيم. أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، فما ظنكم برب العالمين؟ قل أنا في خير، أنا بيجيني الرزق، أنا أموري طيبة، ستنفتح لي الدنيا، سيصلح الولد، ستتحسن الأحوال، وأبشر بالخير. شوف بعض الكلام وش يجر على أصحابه من المصائب. مجنون ليلى كان يقول لو كنت أعمى أضرب الأرض بالعصا أصم فنادتني أجبت المنادي. يقال أنه ما مات إلا وقد أصبح أصما وأعمى. والمؤمل كان يتغزل بامرأة في الحيرة، فلما تغزل بها حتى قال يا ليت المؤمل لم يخلق له بصر. قالوا ما أصبح في الصباح إلا وقد ذهب بصره. أخي أختي، منذر ملك العرب القديم لم يخلق له بصر. قالوا ما أصبح في الصباح إلا وقد ذهب بصره. أخي أختي، إن البلاء موكل بالمنطق. المنذر ابن المنذر ملك العرب القديم المعروف نزل في منزل في صحراء، وكان معه رجل ملقوف. قال لها يعني يتكلم مع الملك لو رأيت تلك الرابية مكان في الصحراء لو ذبح عنده رجل أين يبلغ دمه؟ قال والله إنك أنت المذبوح وسأبدأ بك حتى ترى أين يبلغ دمك. فذبح، فقال
رجل حضر هذا المشهد قال رب كلمة قالت لصاحبها دعني إن البلاء موكل بالمنطق، انطق بما يعود عليك بالخير. وتدري أن بعض الكلمات تنجر على صاحبها حتى بعد موته. يقول عبيد الجرهمي من أعجب ما رأيت في الجاهلية أنني دخلت على حي من الأحياء فوجدتهم يدفنون جنازة إنسان، يقول فوقفت معهم في هذه الجنازة فتأثرت فبكيت فرددت الأبيات يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور. يقول سمعني واحد أقولها قال تعرف الميت؟ قلت لا. قال الميت هو صاحب هذه الأبيات اللي انت قلت، وأولئك هم أهله وقرابته مسرورون بموته. فقلت إن البلاء موكل بالمنطق، لا تنطقن بمقالة في مجلس تخشى عواقبها وكن ذا مصدقي. وكن ذا مصدقي، خلك تقول الكلام اللي ينفعك، الكلام اللي فيه نوع من التفاؤل حتى تعيش في سعادة وهناء، ولا تبتلى بكلمة ترميها وتقولها وترددها فتنعكس عليك وآثارها النفسية وقد تتحقق واقعا فتصبح في كآبة كاملة. ترى إن البلاء موكل بالمنطق، مو بس إذا تكلمت عن نفسك، حتى إذا عيرت الآخرين وشمت فيهم يعافيهم الله يبتليك. يقولون أن الكسائي واليزيدي كلهم قراء، كانوا في الكوفة وكانوا في مجلس الرشيد. فيوم جت صلاة المغرب تقدم الكسائي فصلى بهم صلاة المغرب. يوم صلى بهم قرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون فأخطأ. قارئ الكوفة وشهير ومن حفظة القرآن ومن القراء المميزين. فقال اليزيدي قارئ الكوفة يخطئ في الكافرون. يوم جاء صلاة العشاء صلى بهم اليزيدي وأخطأ في الفاتحة. احفظ لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق، أحسنوا الظن بالله وأبشروا بالعطايا والخيرات والفتوحات والتوفيق، ويجري الله لكم أنهار من الدهشة في العطايا.